في قلب مصر الجديدة، وتحديدا في شارع العروبة، في قصر من أغرب وأجمل القصور اللي اتبنت في مصر، قصر البارون. Let's go! القصر ده مش بس تحفة معمارية، لأ، ده كمان محاط بهالة من الغموض والرعب والإشاعات اللي خلت ناس كتير تبص له بخوف وفضول. اللي بنى القصر ده كان أصلا راجل بلجيكي اسمه إدوارد مبان، راجل غني أوي وكان بيعشق الهندسة والسفر. جه مصر في أوائل القرن العشرين وكان عنده حلم إنه يبني مدينة كاملة في قلب الصحراء، مدينة راقية ونضيفة، وفعلا بدأ مشروعه الكبير اللي سماه هليوبلس أو مصر الجديدة، وبنى فيها القصر اللي عاش فيه واللي بقى رمز للمكان ده كله. قصر البارون اتبنى ما بين سنة 1907 وسنة 1911، وكان تصميمه مختلف عن أي حاجة موجودة في مصر. القصر متأثر جدا بالمعابد الهندوسية وكل تفصيلة فيه كانت غريبة قوي، تماثيل غريبة وعمدان مزخرفة وشبابيك بتدخل الشمس من كل اتجاه. كل حتة في القصر فيها تفاصيل تخليك تقف، التماثيل اللي على شكل أفيال والتنين اللي على السلالم والزخارف المعقدة على الحيطان، وحتى التماثيل اللي موجودة جوه بتعبر عن ديانات مختلفة من البوذية للهندوسية. وده بيبين قد ايه البارون كان متأثر بالثقافات اللي شافها في سفره. القصر كمان معمول بطريقة تخلي الشمس تدخله من كل الاتجاهات والهواء يلف فيه بشكل عبقري. مفيش غرفة شبه التانية، ومفيش شباك بيطل على نفس المنظر. واللي بيخلي القصر يزيد غموض هو البرج الدواري اللي موجود فيه. البرج ده كان المفروض يلف بالكامل علشان صاحبه يقدر يشوف الشمس وهي بتلف حوالين القصر طول اليوم. فكرة عبقرية صح؟ بس محدش شاف البرج ده وهو بيلف فعلا. وفضلت قصته جزء من الأساطير اللي اتقالت عن القصر. البارون عاش في القصر ده مع أخته اللي كان بيحبها جدا، لكن بعد وفاتها بدأت الإشاعات. في ناس قالت إنها ماتت جوه القصر وإن روحها لسه بتسكنه، وفي ناس قالت إنها وقعت من بلكونة القصر وماتت. واللي زود الحكاية إن مفيش حد عارف أصلا مكان البلكونة دي بالظبط، لأن تصميم القصر غريب. وفي وقت من الأوقات الناس كانت بتحلف إنهم بيسمعوا أصوات غريبة جاية من جوه بالليل، أصوات صريخ أو همسات أو رجلين بتمشي جوه. وفيه اللي قال إنه شاف الشبابيك بتتفتح لوحدها والنور بينور ويطفي من غير سبب. ومع مرور الوقت بقى القصر واحد من أكتر الأماكن اللي ارتبطت بالحكايات المرعبة في القاهرة. وزادت الإشاعات فعلا أكتر لما اتقالت إن القصر فيه أنفاق سرية تحت الأرض بتوصل لكنيسة البازيليك اللي على بعد دقايق منه، واللي مدفون فيها البارون نفسه. بس لحد النهاردة محدش قدر يثبت وجود الأنفاق دي فعلا، كله كلام بيتقال ومفيش دليل. في كمان كلام عن إن البارون كان بيعمل جلسات تحضير أرواح، وإنه كان مهتم بالسحر، وده اللي بيخلي الناس تصدق إن القصر مسكون. بس الحقيقة إن كل دي إشاعات، مفيش ولا وثيقة ولا شهادة من حد كان عايش في الوقت ده بيأكد الكلام ده. كل اللي حصل إن القصر فضل مهجور لفترة طويلة، ومع الوقت اتحول من تحفة معمارية لمصدر للرعب والأساطير. واللي محدش يعرفه كمان إن البارون كان مريض في أواخر أيامه وكان بيعاني من الشلل، ومات في بلجيكا سنة 1929. لكن وصل إن جثته تدفن في مصر جنب الكنيسة اللي بناها والمعروفة بكنيسة البازيليك، واللي اتدفن فيها بعد ما جثته رجعت مصر. وبعد سنين طويلة من الإهمال الدولة قررت ترمم القصر وترجعه لحالته الأصلية. وبالفعل اتفتح كمتحف بيحكي تاريخ مصر الجديدة وحياة البارون وتاريخ القصر نفسه. الناس بدأت تزوره من تاني، بس المرة دي بعين مختلفة، مش علشان يخافوا لأ، لكن علشان يشوفوا الجمال والعبقرية اللي اتبنى بيها. قصر البارون مش قصر مسكون ولا بيت رعب، هو تحفة فنية منسية ومكان بيحكي عن راجل كان بيحب مصر. بس زيه زي أي حاجة عظيمة لازم يتقال عليها حكايات، في منها الحقيقي وفي منها اللي من وحي الخيال. ولو وصلت معايا لحد هنا فأنت أكيد حسيت بعظمة المكان وجمال القصة، وقد إيه الحقيقة ساعات بتتشبك مع الخيال لدرجة إنك ما تعرفش تفصل بينهم. وأنا اللي عايز أقوله إن قصر البارون مش مجرد طوب وحجارة، ده جزء من التاريخ وحكاية راجل حب مصر واتدفن فيها، ومكان اتقال عليه كتير وكل واحد شافه من وجهة نظره. فيه اللي شافه بيت رعب وفيه اللي شافه تحفة معمارية. ولو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الحكايات الجاية، لأن اللي جاي أغرب من الخيال. وده كان أصل الحكاية.